الرز حبة وحبة هنعمله مع بعض وكل اسرار نجاحه، وهقولك ازاي يطلع معاك باللون الجميل ده. تابع معايا كل الاسرار في الفيديو. بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض كده رز حبة وحبة. انا عارفه ان كلكم شاطرين، بس في ناس لسه بتتعلم، اولاد وبنات صغيرين. هنعمله مع بعض بكل سهولة. ادي الرز اهو، هنحطه في الحلة على النار مع شوية زيت مغسول كويس. هناخد تلت الكمية بتاعة الرز، وهنحمرها كده في الزيت. هو في الاول كده هيبدأ يتكتل معاكي شوية كده، بس ما تخافيش، هيفك تاني. بكل ما تقلبي هيفك معاكي. استمر كده في التقليب وان شاء الله هيفك معاكي وهيبقى زي الفل. هقولك بقى تحط ايه علشان يفضل اللون متوحد فيه، كله لون واحد. هنحط رشة ملح صغيرة. رشة الملح الصغيرة دي بتوحد لي اللون بتاع الرز، بتخليه مفيش واحدة تتحرق قبل التانية، ولا تحمر قبل التانية، ولا تاخد لون قبل التانية. اهو بدأ معانا يفك اهو زي الفل. هي رشة الملح دي اللي بتخلينا اللون واحد. شايفة اللون اهو بدأ ياخد لون معايا اهو. مهما يعني مثلا لو انت عايزة لون الرز غامق شوية، اعمليه قبل منها بدرجة، يعني ما يكونش نفس الدرجة اللي انت محتاجاها. خليه قبل منها بشوية علشان هو بيتحمر بزيادة شوية في الزيت. شايفة اللون معانا عامل ازاي؟ كله درجة واحدة، ده بسبب رشة الملح اللي احنا حطيناه. وما تكمليش غسيل الرز اللي انت هتحمريه للاخر. خدي منه شوية قبل ما تخلصي غسيل، عشان ميشربش ميه معاكي ويتحمر معاكي بسرعة وما يعجنش. شايفة اللون بقى تحفة ازاي؟ جميل ما شاء الله. اهم حاجة تسخني الزيت كويس، والرز ما يتغسلش للاخر. يعني ما تسيبوش في المية كتير يشرب مية وما تعرفيش تتحكمي فيه وانت بتحمريه، هيعجن منك وما هيبقى مش حلو. واهم حاجة برضو رشة الملح. وهننزل كده بعد ما اخد اللون الحلو ده بالمية وبالرز الابيض اللي لسه معانا بقية الرز اهو. وهنديله تقليبة كده وهنحط له الملح بتاعه اهو. ادي الملح هنحطه بقى ونسيبه يتشرب، نغطي عليه ونسيبه يتشرب، وهوريهولك بعد ما يتشرب هنعمل فيه ايه. ادي الرز اهو بعد ما اتشرب اهو. شايفه لون الرز عامل ازاي؟ جميل ما شاء الله. نديله بقى تقليبه كده علشان ندخل الرز الاحمر في الابيض كده ويبقى كله زي بعضه وممتزج مع بعض. اهم حاجه تحط لي اللايك، اهم حاجه تحط لي اللايك عشان هو اللي هيرفع الفيديو ويخلي اكتر ناس تشوفه. تعليق حلو كده من ايديكي واشتراك بقى يا قمر كده متبخليش علي. ادي الرز اهو بكل بساطة وكل سهولة، مفيش فيه اي حاجة. جميل جدا، بيبقى حلو قوي قوي مع السمك، السمك المشوي بالذات. البطاطس المحمرة، انا هعمل معاه بطاطس محمرة كده واوريها لكم معاه في الاخر زي ما انتوا شفتوها في الاول برضو. وهغطي عليه بقى وهسيبه على نار هادية. بعد ما تشرب هسيبه على نار هادية يستوي كده ويبقى زي الفل معانا بإذن الله. ما شاء الله، الله أكبر. أجمل شوية رز هتاكلهم من إيديكي بإذن الله. تحفة تحفة.
وادي الرز بعد ما استوى اهو. حمرت معاه البطاطس، سلقتها وحمرتها اهي، جميلة ما شاء الله. شوية سلطة بقى حلوين كده من ايديكي، شوية خضار، شوية مخلل، واقلي معاهم شوية بتنجان بقى. ووجبة اقتصادية سهلة وسريعة. وعملنا مع بعض الرز الحبة وحبة السريع اللي قلنا فيه كل الأسرار والتكات لنجاحه. إن شاء الله تعمليه بكل سهولة ويسر. بحبكم في الله، مع السلامة.